ماء الحياة ولا المحيا كيف معروف عند المغاربة. هذا المشروب مشهور بزاف في المغرب، ما كاينش شي واحد ما كيعرفوش. فشنو القصة ديالو ومنين جا؟ فالقصة كتقول ان الماء الحياة او المحيا هو واحد المشروب مغربي معروف عند المغاربة بزاف. كانوا كيصنعوه شحال هادي اليهود المغاربة، كانوا كيعصروا التمر والشريحة وكيخلطوه مع بعضياتهم، وهاد الصناعه راه يدويه 100%. يعني هاد المحيا كانت كتصايب في الدار، كانت كتباع في الملاحات ديال اليهود، وعندها واحد القاعده اساسيه في الصنع، وهي انها خاصها تخمر الشريحه مع التمر ويبقى واحد المده ديال 3 سيمانات في بلاصه بارده وفي برامل كبارين حتى كيطيبوا كيتقادوا كيوجدوا مزيان، وعاد كيصفيوهم وكيخرجوا منهم داك الماء. واليهود معروفين انهم كانوا كيشربوها من بعد الماكله، وسيرتو الماكله الميدمه حيت كانت كتهضم ليهم، وكانوا كيستعملوها حتى كدواء للناس اللي عندهم الكحبه والرواح. فبزاف ديال الناس كيحسب ليهم ان ماء الحياه او المحيا هي الشراب ديال الفقراء، ولكن هذه المعلومه راها غلطه، حيت دابا ولاو الناس كيشدوها كيخلطوها مع مواد سامه اللي كتعطي المفعول وكتدوخ الناس بالزربه وكيبيعوها لهم رخيصه. اما ماء الحياه اللي كان شحال هذه فهو راه غالي الثمن ماشي رخيص، والناس اللي كيعرفوا يصيبوه هم اليهود فقط. اما دابا كلشي ولا كيصايبها وكيعطيو للناس كيقتلوهم بداك السم اللي كيصايبوا.